بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاص التعليمية. أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. موضوع درسنا النهاردة عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في درسنا النهاردة يا أولاد هنتعرف على نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمان هنتعرف مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نزول الوحي. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ليتعبد فيه، حيث كان يمكث فيه أياما بعيدا عن الناس يتأمل في خلق الله، حتى نزل عليه الوحي وهو في 40 من عمره. نزل جبريل عليه السلام بالوحي في إحدى ليالي شهر رمضان على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء. عندما نزل جبريل عليه السلام ضم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأعادها جبريل عليه السلام مرتين، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فقرأها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بيته وهو يرتجف، فدخل على زوجته خديجة وأخذ يقول: زملوني زملوني. أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة خديجة بما حدث، فطمأنته وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرته ببعض خصاله الحميدة، مثل أنه يصل الرحم ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق. ثم أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان على دين إبراهيم عليه السلام وعالما بالإنجيل، فطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا هو الناموس أي الوحي الذي أنزل على موسى عليه السلام، وأنه صلى الله عليه وسلم سيكون نبي هذه الأمة. جاء إليه جبريل عليه السلام مرة أخرى ليخبره أنه رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى كلفه بحمل رسالة الإسلام إلى الناس. ثانيا، مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مرت الدعوة ب4 مراحل. مرحلة سرية الدعوة بدأت من البعثة حتى السنة الثالثة للبعثة. المرحلة الجهرية بدأت من السنة الثالثة من البعثة حتى الهجرة. مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة بدأت من السنة الثانية من الهجرة حتى السنة السادسة من الهجرة. مرحلة عالمية الدعوة بدأت بصلح الحديبية. المرحلة الأولى سرية الدعوة استغرقت 3 سنوات، دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته والمقربين منهم، فكان أول من أسلم من النساء زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. أول من أسلم من الرجال صديقه أبو بكر الصديق. أول من أسلم من الصبية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. عندما بدأ عدد المسلمين يزداد حتى وصل إلى أكثر من 30، اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بما تفسر لكي يتعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي ويتدارسونه فيما بينهم، فكانت أول مدرسة في الإسلام. المرحلة الجهرية بعد 3 سنوات من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام سرا، جاءه أمر الله بأن يعلن بما جاءه من الحق،
صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى في الناس، فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فتوعده الله بالعذاب. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ ينادي بأعلى صوته: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم. إنه محمد، ماذا يريد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ نعم. ما جربنا عليك كذبا يا محمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أسمعت ما قاله محمد؟ نعم، يقول إنه نبي. تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومنذ ذلك اليوم بدأت مرحلة المحنة والابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. موقف قريش من الدعوة. رفضت قريش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربتها منذ اللحظة الأولى. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال: ليه قريش رفضت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة، لأن قريش ظنت أن الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل. الحاجة الثانية، أن الدعوة بتخالف دين آبائهم وأجدادهم، لذلك قامت قريش بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم واتهمه بالسحر والجنون والكذب. تعذيب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأشد ألوان العذاب، ولكنهم صبروا وثبتوا على دينهم. وعندما فشلت قريش في رد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم، عرضت الأموال والزعامة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رفض، فحاصرت وقاطعت المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. الهجرة إلى الحبشة. سببها اشتداد إيذاء قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأن ملكها النجاشي لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، فخرج بعض المسلمين إليها. توفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة زوجته في نفس العام، ومن شدة حزنه عليهما أطلق على هذا العام عام الحزن. رحلة الطائف. أسبابها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر للدعوة، وذلك بعد أن فقد عمه أبا طالب وزوجته خديجة الذين كان عونا له على قومه. السبب الثاني، التماس الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة من قبيلة ثقيف بالطائف. موقف أهل الطائف من الدعوة. رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمروا بإيذائه، لذلك انطلق صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة. أراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم بعد فقد عمه وزوجته ورفض أهل الطائف لدعوته،
فأرسل إليه جبريل عليه السلام ليصطحبه في رحلة، فكانت معجزة، حيث أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قريشا بما حدث. فإيه موقف قريش؟ كذبوه، ولكن أبا بكر صدقه وقال إن قال ذلك فقد صدق، لذلك سمي أبا بكر بالصديق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبكده يا أولاد يكون انتهينا من درس النهاردة. انتظرونا في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. كان مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاس التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.